السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عمر تي في. الشعب الجزائري يطالب الرئيس تبون بعدم الذهاب للعراق. علاش؟ ما نعرف، يلا نشوفوا مع بعض. مواقف عديده بينتي لهم حط ثقه في الشعب الجزائري وما تروحش للعراق. من فضلك سيد الرئيس اسمع للشعب الجزائري. اني قلت لك هو شعب يحبك فعلا وطح عليك قلبه. عمي تبون ما تروحش للعراق. عمي تبون لا تذهب إلى العراق. عمي تبون ما تروحش العراق ولا غير نحبوك وما تروحش العراق. عمي تبون علاش؟ شنو واقع؟ تحتاجك عمي تبون ما تروحش العراق. المهم انا واش استنتجت من الحكايه هذه انه الشعب الجزائري فريمون راه يحب الرئيس تاعو، هذه حاجه ايجابيه. بريزيدون تاعنا عبد المجيد تبون تاع لاجيري عيطوا له باش يروح للعراق. حنا حاجه اللي بين نوصلوها بعد كاش واحد سفير في بلاصتك ولا بعث ممثل ولا اي حاجه انت ما تروحش. هي التوسويس راه كاين. ان شاء الله تسمع منا هذا الميساج وتقبل منا هذه النصيحه كشعب. عمي تبون الشعب يطالب بإلغاء زيارتك للعراق فضلا وليس أمرا. عمي تبون بالله عليك نطلب منك تلغي زيارتك للعراق وشكرا لك. يا الجزائريين ولادك وبناتك نقول لك عمي تبون ما تروحش العراق، ما تروحش العراق يسحقوك. نقول لك 45 مليون جزائري راه يقول لك اقعد معانا في الجزائر ما تروحش العراق. ولكن علاش ما يروحش للعراق؟ علاش ما يمشيش للعراق؟ علاش؟ هو رئيس، والرئيس راه كيكون محمي، راه عنده العسكر ديالو، عنده الحمايه ديالو. ولكن علاش ما يروحش للعراق؟ اول حاجه القرار كيبقى القرار ديال الرئيس، القرار ديال الحكومه. الشعب عنده الحق يقول له ما تروحش العراق، عنده الحق يخاف عليه، ولكن راه هادشي هذا راه نيفو عالي، راه الدبلوماسيه. نحبوك وما تروحش العراق عمي تبون. بلاد مازال تحتاجك عمي تبون ما تروحش العراق. بعد شنو اي واقع؟ واحد ما تروحش انت، المهم ما تروحش انت عمي تبون تعيش. اللي فهم يفهمني في التعليقات، ما عرفش علاش. ما تروحش العراق تعيش والله غنحبوك. عمي تبون رانا كاع معاك، روح دير لنا التعبئه هذه العامه ندخلوا كاع الجيش. رانا واجدين عمي تبون، روح ولاد بلادك من الكبير للصغير كاع واجدين باش فهمتي دابا؟ عمي تبون. حملة في مواقع التواصل تدعو رئيس الجمهورية لعدم زيارة العراق. ما السبب؟ أطلق مواطنون حملة واسعة في الفضاء الافتراضي تدعو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدم حضور القمة العربية المرتقبة في بغداد الشهر القادم، والسبب تكهنات لعرافة مشهورة قالت أنه سيتم تسميم رئيس عربي العرافه عند زيارته العراق هذه السنة. وتخوف النشطاء من تكرار تجربة العرافين هي الدجال جاهلين هذوك. الرئيس الراحل هواري بومدين الذي أصيب بعد عودته من العراق عام 1978 بمرض مجهول أدى في النهاية إلى وفاته، مما عزز فرضيات نرجوكم وصلوا صوتنا إلى التسمم. هذه الرئيس لا نريد الحملة الذهاب إلى حظيت العراق. بإعجاب بعض النشطاء في الفضاء ربي يحفظ رئيسنا من كل مكروه. الافتراضي الذين اعتبروا أنها دليل على حب الشعب وخوفه على رئيسه. بالمقابل اعتبر البعض الآخر أنها خايف دليل عليه. على الجهل والإيمان بالخزعبلات. وأنت هو شوف، لا يجوز إنه الواحد يآمن بالعرافين والتخربيق، فهمتي؟ هذاك هي تخربيق. ولكن أنا الواحد الاحتياط والحذر واجب، فهمت؟ ثم رأيكم في هذه الحملة، وهل تصدقون كلام هذه العرافة؟ خوتي حبيت نوصل هذا الميساج لعمي تبون. عمي تبون ما تروحش للعراق. عمي تبون ما تروحش للعراق. والله نحبوك وما تروحش العراق عمي تبون. الشعب الجزائري شعب فريد من نوعه. لأول مرة شعب في العالم يدعو رئيس بلاده لعدم الذهاب في مهمة خارجية خوفاً عليه. واش قصة هاشتاغ تبون لا تذهب للعراق؟ القصة بدأت بفيديوهات وتحذيرات وجهها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، والكل بصوت واحد: عمي تبون ما تروحش للعراق. هؤلاء عبروا على خوفهم من ذهاب الرئيس تبون للعراق باش يحضر القمة العربية في بغداد منتصف شهر مايو المقبل، وقالوا أن الجزائر مستهدفة في ظل الوضع الأمني الراهن والتوترات اللي عايشها العالم، خاصة أن الجزائر خرجت بمواقف قوية لنصرة قضايا الحق. هذا الشيء خلى الشعب الجزائري يخاف على الرئيس في الخرجة تاعو المقبلة. وما رأيكم هما في هذا؟ خايفين عليه إذا مشى
مشى للعراق يقدر يسمم. محتاجينك ونحتاجوك. الرسالة اللي حابين نوصلوها بركة الرئيس عبد المجيد تبون، نطلب منك فضلا وليس أمرا بإلغاء الزيارة إلى العراق. الشعب كله راهو هاشتاج مش انا كنظن مبادره مزيانه انه خايفين على الرئيس ديالهم، حاجه واعره، حاجه مزيان. بالعكس هذيك اذا الشعب جاتو شي معلومه، اكيد المخابرات الجزائريه تكون وصلت لقبل خايفين على الرئيس، وهذه حاجه مش مزيانه. حابين يفرحوا العراق. الشعب كله راهو حاس والشعب كله راهو موسوس. إن شاء الله شاركك الرسالة هذه عمي تبون، وهنا نتمنى لك غير الخير. عمي تبون يدي كاسليك ما تروحش العراق عمي تبون، ما تروحش العراق عمي تبون، نسحقوك كاع. اسمع كاع انا معك عمي تبون. اسمع وهو هو ماشي العراق، راه ماشي يجاهد في العراق، راه ماشي يحضر مؤتمر عربي ويرجع، لقاء عربي ويرجع، ماشي يجاهد. بدنا طولك عمي تبون باللي راحوا باللي مجوزين العسكر باللي ماشي مجوزين العسكر. قال انا معك عمي تبون ديدي كاسليك ما تروحش للعراق عمي تبون. وتحية الجزائر. تحية بالله يا ربي عمي تبون موش رايح. تحيا الجزائر. بالله يا ربي عمي تبون موش رايح. تحيا الجزائر.